السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. أنا ديما كنبغي نتجنب ما نهضرش على المدينة ديالي وعلى المواضيع اللي كيهموا المدينة ديالي، باش نحاولوا على أننا نبعدوا شوية على ديك الصورة الخايبة اللي كنعطيوها على المدينة، واللي هي أصلا هي الحقيقة اللي كنعيشوا فيها حنايا. وكنبغي نهضر على مواضيع اللي دايرين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وكيهموا يعني الشأن العام الوطني. ولكن حنا عندنا هاد المدينة هادي للأسف ولادة، يعني هي كتعطيك محتوى على ايش تهدر. مدينة كتوفر على كل شيء وما باغا تستافد من والو من داكشي اللي كتوفر عليه. مدينة كتجمع ما بين التاريخ الجمال والاهمال، وهاد المدينة هذه هي مدينتنا وزان. اليوم غادي نهضروا في هذا الفيديو، ما غاديش نجملوا الصورة كما العادة، غادي نهضروا على الحقيقة بالصوت ديالو والصورة. عندنا سياحة اللي هي ضعيفة، عندنا بنية تحتية اللي هي مهترئة، تخريب ديال المرافق العمومية، مشاكل في القطاع الصحي، ومشاكل كيعيشوها الساكنة ديال الإقليم كل نهار. هاد الفيديوهات اللي كنديرو ماشي غير فيديوهات عاديين وصافي، هادو رسائل كنبغيو نوصلوهم للمسؤولين على هاد المدينة هادي باش الضمير ديالهم يفيق، باش نواكبو حتى حنا مصاف المدن اللي غادية في طور التنميه. حيت حنا التنميه في وزان كنهضروا عليها فين؟ غير في الورقه وصافي، كنشدوا ورقه كما نقولوا حنا غاديين في التنميه. اما ملي كتجي للواقع وتشوف هاد المدينه هادي راه حاله كارثيه كاينه في هاد المدينه في جميع القطاعات اللي فيها. اليوم هاد الفيديو هذا غادي نديرو فيه رياكشن على بزاف ديال المواضيع كما العاده، وغادي نهضروا عليهم وغادي نعطيو فيهم الراي ديالنا بالطريقه ديالنا الخاصه. ونبداو الاخوه الفيديو ديالنا من اول موضوع، وهو فضيحه في القطاع الصحي. وهذا الشيء هذا كيتكرر دائما عندنا حنا في هذه المدينه، في هذه المشاكل ديال القطاع الصحي. واحد السيد من الاقليم ديالنا ديال وزان، وبالضبط من جماعه عين بيضاء، جا المخاض ديال الولاده لمراتو في الليل، قرر على انه يهزها ويطلع المستشفى الاقليمي ديال ابو قاسم الزهراوي باش تولد. هزة على امل انه ملي غادي يوصل للمستشفى غادي يلقى واحد العنايه والاهتمام باش مراتو تولد في احسن الظروف. ملي هزة وطلع للمستشفى، اول حاجه ما لقاش الطبيب المختص يعني في الولاده، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو قالوا له باش يهربوا منه، قالوا له بلي انت وبدون انسانيه بلي راك ما محسوبش على الاقليم ديال وزان. وهنا هاد السيد هذا تحط ما بين جوج ديال الخيارات. الخيار الاول هو انه يهز مراتو يديها لمصحه خاصه ويحط عليها الزبابل ديال الفلوس، يعني مبالغ اللي هي خياليه. والخيار الثاني هو انه ينقل المراه ديالو من المدينه ديالنا وزان لاقرب مدينه لنا اللي هي مدينه شفشاون. هو اختار الخيار الثاني، يعني ينقل المراه ديالو من المدينه ديالنا لمدينه اخرى اللي هي شفشاون. هنا باش خرجت المراه ديالو في سياره الاسعاف جات ممرضه خاصها تمشي معاهم بطبيعه الحال. هاد الممرضه فين غادي تجلس؟ هي ما غاديش تجلس وتأدي الواجب المهني ديالها قدام السيده اللي كتوجع وغادا تولد. هي غادي تجي تجلس حدا السائق. هي جلست حدا السائق ومشات لك معنقره مع راسها مع السائق. يعني شوفوا القمه ديال الوقاحه والقمه ديال اللامهنيه، والناس كتخدم حتى شي ضمير وما كاينه لا مراقبه لا حتى شي حاجه. يعني بنادم داير اللي بغا. انت كتوز مراتك الاساس غادي تطلع المستشفى اللي انت تابع ليه الاقليمي اللي عندكم، مع العلم لانه جماعه عين بيضاء راها تابعه الاقليم وزان. كتطلع اول حاجه ما كتلقاش الطبيب، ثاني حاجه كيبغيو يقلبوا لك رجلك بواحد الهضره اللي ما عندها حتى شي معنى. وبالاضافه لهذا الشيء كامل اللي واقع، تخيلوا على انه على حسب الروايه وعلى حسب اللي كيتقال بانه هذا السيد هذا شدوا له الوثائق، يعني شدوا له الوثائق قبل ما يخرج من المستشفى ديال وزان ويمشي للمستشفى ديال الشاو. يعني شوفوا هاد الناس هادو واحد القمه ديال الوقاحه وصلوا ليها في المعامله مع الناس ومع الساكنه ديال المدينه. وهذا الشيء هذا راه ماشي اهمال، هذا الشيء هذا راه مس مباشر بالكرامه ديال الانسان. حيت هذا الشيء هذا راه فيه بزاف ديال التساؤلات، فين هي المسؤوليه، فين هي الكرامه ديال الانسان، فين هي المراقبه ديال هذا المستشفى. وهذا الشيء هذا راه وضع كيتعاود يوميا. يعني راه ممكن على انك يوميا تمشي للمستشفى وتلقى هاد الحالات هادو. بعض المرات هاد الحالات كيخرجوا في مواقع التواصل، وبعض المرات كيدوزوا مرور الكرام كيتعايش معهم الانسان. وحنا ما عرفناش حتى امتى غادي يبقى المواطن الوزاني هو الحلقه الاضعف، واللي ديما خصو يخلص من صحته ومن الكرامه ديالو. ودابا ندوزو هذا الفيديو هذا مع الاخ عادل الوزاني اللي هو ولد المدينه ديالنا وزان، واللي كيقدم واحد المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الفيديو هذا طرح واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف.
هو أنه الساكنة والمدينة ككل محتاجين للتنمية، ماشي غير السهرات وأنشطة فنية فقط. نسمعوا الفيديو. غادي نقول واحد الحاجة ويمكن تزعل شي ناس، بعض الجمعيات ما بقى عندها حتى شي علاقة مع العمل الجمعوي، غير السهرات والنشاطات والتصفاق، حتى شي حاجة ما تبدلات. واش الهدف من الجمعية هو تخدم المجتمع ولا غير تبان في التصاور ولا غير ستوريات في انستغرام وفيسبوك وصافي؟ هذا هو العمل الجمعوي. الشباب المدينة محتاجين التأطير، وكاينة ناس محتاجين الدعم، والمدينة محتاجة حلول، ماشي غير الأنشطة والسهرات والتصفاق وصافي. حيت العمل الجمعوي خصو أثر ماشي غير التصفاق وصافي. الحقيقة كتقلق ولكن خصها تقال، العمل الجمعوي ماشي غير النشاط، راه مسؤولية. واش متفق معايا ولا لا؟ والصراحة هاد الكلام هذا اللي قالوا الأخ عادل كيضرب في الصامي، حيت فعلا ولا كيبان لنا في المدينة ديالنا وزان أنه العمل الجمعوي وبزاف ديال المرات مرتبط فقط بالسهرات والأنشطة الفنية اللي كيدوزو كيساليو بسرعة بلا حتى شي أثر رجعي وحقيقي في الميدان وفي أرض الواقع. العمل الجمعوي الحقيقي ماشي غير تنشيط عابر نجيبو منصة نطلعو فيها واحد الفنان يدوز السهرة ديالو يدي زبالة الفلوس ويمشي بحالو. العمل الجمعوي الحقيقي هو اللي كيخلي واحد الأثر، كيخلق واحد المبادرات، كيعطي واحد الفرص، كيعاون الناس في المشاكل اليومية ديالهم، كيبدل الواقع ولو غير بشي حاجة اللي هي بسيطة وغير شي شوية بعدا. وباش نبسطوها أكثر، ماشي مشكل على أنهم يداروا السهرات والأنشطة الفنية، حيت حتى هما عندهم دور. المشكل هما كيوليو هما كل شيء، والمدينة ما كتبدلش بالأضواء والصوت ديال المغني وديال الفنان. المدينة خصها واحد الخدمة حقيقية وبرامج ومتابعة، حيت المدينة خصها تمشي في طور التنمية، والتنمية ما كتكونش في نهار واحد. التنمية راه خصها خدمة طويلة وخصها مسؤولية. ودابا ندوزو لهاد الفيديو ديال الاخ انوار الوزاني اللي حتى هو كيقدم محتوى على مدينتنا وزان، واللي عطانا هاد الفيديو اللي فيه الهوية ديال المدينة ديالنا، وفيه مساس كبير بواحد من اقدم المساجد اللي كاينه في المملكة اللي هو مسجد الزاوية. السلام عليكم، تحياتي للمسؤولين ديال وزان بصفه عامه. دخلت عليكم بالله، انا معايا جروب ديال السياح دابا وجينا للمدينه العتيقه. شافوا هاد الشيء هذا، شنو غنقول لهم دابا عليه؟ شنو غنقول لهم؟ واش داخل في الحضاره، واش داخل في التاريخ، واش داخل في الجغرافيا؟ والله الا ضحكتوا فينا الناس، قسما بالله الا كتضحكوا فينا الناس. احنا معنا السياح كنجيبوهم نساريوهم، احنا واحلين دابا. اش غنقولوا لهم على هادي؟ قالوا لي مال هادي، شنو غنقول لهم؟ راه لا حول ولا قوة الا بالله. شو الكيبيات راه حشومه وحق لا اله الا الله، لا حشومه كيبيات د الميكا. شو هادشي راه تبهديله. شنو هادشي هذا؟ وشو كي دايرين بالعفن؟ شو هادو راه مساجد، هادو حسره. هذا راه المسجد يا حسره. شو الكيبي الاخر كي داير؟ شو الدنيا كي دايره مكرفسه. والله ما عرفنا شنو غنقولوا لهم. لا حول ولا قوة الا بالله. المسؤولين ديال المدينة والمسؤولين ديال المدينة يا يخدموا، يلا يرحم الوالدين اللي مبغاش يخدم يحط السويرتات وخليو الناس اللي باغا تخدم. هانتوما شوفوا هاد المدينة هادي كي ولات تبهديله. دابا انا بغيت نعرف غير واش حتى لهاد الدرجة ولا المسجد ما عنده حتى شي قيمة، ولا بحال شي بناية اللي مهجورة ومن العيب ومن العار وفضيحة اللي ما كتغفرش على اننا نشوفوا المسجد ديالنا في مدينتنا وزان، وواحد من اقدم المساجد في المدينة وفي المملكة في هاد الحالة هادي، واللي كتحشم مع البراني. وحنا كساكنه ديال المدينه كنحشموا على اننا نشوفوا المسجد ديالنا وصل لهذا الاستهتار وهذا الاهمال، واللي حط هاد الكيبيات هادو ديال البلاستيك في هذا المسجد والله ما عنده الكماله على شي حشم. والله حتى مقاصدر مع ربي ومقاصدر مع عبده. حشوم على انه المسجد يولي بنايه مهجوره اللي ما عندها حتى شي قيمه. وفينا هما هاد المسؤولين، وفينا هي هاد الميزانيه، وفينا هو التاريخ الاسلامي ديال المدينه اللي ما بقاش عنده حتى شي اولويه. وحشومه نشوفوا هاد الطرقعه صاحبي بهاد المواد هادو اللي ما صالحين حتى شي حاجه. هاد المواد هادو تحشم ديرهم اصاحبي حتى في البراكه ولا في السطاح، تحشم ترقع بهاد الطريقه هادي، عاد نرقعوا بهم حنا بيت من بيوت ديال الله. وهذا راه ماشي اهمال، هذا استهتار بالهويه الاسلاميه والدينيه ديال المدينه ديالنا والمشاعر ديال المسلمين في المدينه ديالنا. هاد المسؤولين وهاد الناس اللي قرروا يديروا هاد المهزله هادي وهاد التباديله، سيروا راجعوا صاحبي التاريخ وعرفوا القيمه ديال ديك المسجد وشنو المكانه ديالو في الهويه الاسلاميه
الدينيه ديال المدينه وديال المملكه ديالنا المغربيه، حشومه وعيب وعرض تعاملوا معاه بهذا الشكل المهين. خص واحد التدخل عاجل وفوري وترميم حقيقي لهذا المسجد اللي يرجع له الهويه ديالو والقيمه ديالو، ماشي غير حلول ترقيعيه اللي كتشوه كتار ما كتصلح.